تخيل كده لو كل الأسود مرة واحدة اختفت من العالم، تفتكر هيحصل إيه؟ أكيد هتفكر إن الغزلان هتعيش براحتها وتتبسط، ولكن الحقيقة إن البيئة كلها هتنهار، لأن كل نظام بيئي لازم يبقى ليه مفترس طبيعي علشان يحدد توازن البيئة دي، وأي حاجة مفيش حاجة هتوقفها هتخرج عن السيطرة تماما، لأن لو اختفت الأسود عدد الغزلان هيزيد، ولما الغزلان تزيد هتاكل كل النباتات، ولما النباتات تقل النظام البيئي كله هينهار. والمفترس عمره ما كان موجود عشان يدمر البيئة، ولكن عشان يخلق توازن فيها. الغريب ان حياتك الشخصيه شغاله بنفس النظام. احنا كلنا عندنا حاجات لو سيبناها من غير مقاومه هتكبر: التسويف، الكسل، التشتت، الاسراف، كلها زي الكائنات في الطبيعه، لو ما لقيتش حاجه توقفها هي اللي هتسيطر على حياتك. وده خلاني افكر في فكره سميتها المفترس السلوكي. المفترس السلوكي ببساطه هي اي حاجه هتوقف العاده السيئه ان هي تكبر. يعني لو عندك مشكله في التاجيل فالمفترس الطبيعي بتاعها هيكون ان انت تعمل ديدلاين، وده مش عشان يخليك تحب الشغل، ولكن لانه هيمنعك من ان التاجيل يكبر. ولو عندك مشكله في الالتزام بالجيم مثلا، فالمفترس الطبيعي ان هيكون في معاك مدرب يتابعك باستمرار، وده لان وجود شخص مستنيك وبيقيمك هيكون اقوى بكتير من الاعتماد على الحماس. ولو بتصرف فلوسك اول باول فالمفترس الطبيعي بتاعك هيكون ميزانيه محدده ومحكمه، هتمنعك ان انت تبقى مبذر في فلوسك. ولو لاحظت هنا ان المشكله مش بتتحل علشان انت بقيت اقوى، ولكن لانك حطيت المفترس الطبيعي بتاع المشكله اللي عندك في النظام البيئي بتاع حياتك. بس هنا انا عايزك تاخد بالك ان مش كل مفترس هو حل لكل مشكله. يعني لو انت مرهق نفسيا وجبت ضغط اكبر عليك، فانت هنا مش بتحل المشكله، انت بتخلق مشكله جديده. وعشان كده قبل ما تدور على المفترس لازم تعرف المشكله بشكل واضح، ولازم تشخص سبب مشكلتك كويس علشان تجيب لها المفترس المناسب ليه. يمكن مشكلتك تسويف، او يمكن خوف من الفشل، او حتى هدفك نفسه مش واضح. لازم تعرف في البدايه انت بتحارب ايه، وبعد كده تجيب له المفترس المناسب ليه. وعلى فكره الفكره دي مش معناها ان الانسان مننا ما عندوش اراده، ولكن الاراده نفسها مش لوحدها دايما بتكون الحل. والناس اللي بتنجح باستمرار غالبا ما عندهاش اراده خارقه، ولكن عندها نظام بيئي معمول بعناية علشان الناس دي تنجح. وخد بالك هم اللي صمموا البيئة دي علشان يدفعوا نفسهم للنجاح. في النهاية أنا مش عايزك تلوم نفسك، لأن ممكن ما تبقاش أنت اللي كسلان، ولكن ما عندكش المفترس الطبيعي للمشكلة اللي عندك. ويمكن المشكلة نفسها عمرها ما كانت فيك، ولكن في النظام البيئي اللي أنت قاعد جواه. فبدل ما تسأل نفسك كل يوم أنا ليه بعمل كده، حدد مشكلتك وحط المفترس الطبيعي ليها، وصدقني هتفرق جدا في حياتك.